للدكتور. دكتور ايه وانا تعبان؟ تعبان، عندك مرض نفسي تعالج. انا مش تعبان يا امي. حبيبي انت عندك يا اختي اللي ملاقي ايه ده؟ وانت فصلت ولا ايه يا جميله؟ مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه يا ماما؟ بنتي يا منى وده فاصل يما؟ شوفيه كده بان عليه عايز يتشحن ولا ايه؟ هيحطولك في الشاحن. طب سيبي نبقى نشحنه. سبته يا ماما. مالك يا منى؟ ماما انا خلاص فاض بيا، اتخنقت خالص من نور، فاض بيا اني بصي ابنك ده انا مش عارفه ايه الحل معاه. ايه اللي حصل يا ماما؟ يعني يا ريت كان حد فهمني من الاول وقال لي اللي هو يعني طبعه كده. الطبع ما يطقش يا ماما، ده بيجي يجري يا ماما من بره، يجي يجري بصي يقلع الكوتشي يقوم جاي شايل المفرش وماسح بايده كده يشوف في تراب ولا لا، يعري السجاده ويبص تحتها يشوف في تراب ولا لا، يجري على حنفيه التويلت يشوف الحنفيه بتلمع ولا ما بتلمعش عشان اشوف نضفت ولا لا. وايه الهبل ده؟ طب ما انت عارفه ان هو كده، بس ما كنتش بس مش للدرجات دي. زاد عارفه الليفل بيزيد، الليفل بيزيد 8 شهور. لا مش للدرجات دي. مطهقني في حياتي مش كده. افرض انا ما نضفتش تعبانه، افرض انا مش قادره اعمل حاجه النهارده، هو انا ملزمه وانا اتجوزت عشان اكون خدامه اخدم ولا ايه؟ مش ده بيتي؟ طبعا. ويعاشرني بالمعروف ولا ايه؟ مش فاهمه انا. لا ايه اللي هو في هو عنده ولو الفازه معوجه شويه، الفازه معوجه تعالي عدليها. طب ما تعدلها انت يا بابا. المفرش اتعوج سنتين، المفرش مش معدول عدليه، واحنا عايشين فين؟ احنا هنا بننظم المرور، ده كل حاجه عايزها مسطره. بص يا بنتي، هو عنده الوسواس القهري ده من زمان. لا ماما ده يتكشف عليه يعني ده ولا ايه؟ انا فاهمة؟ طهقت والله. لكن مش لدرجه ان هو يمسك الحاجه يقعد هو في ايه يا بنتي؟ بقول لك تحت السجاده بيحسس بايده يشوف فيه تراب، لو لقى ترابيه يا منى انت ما نضفتيش تعالي نضفي يا ست هانم. انضف؟ طب نضفها انت. ما بيرضاش. امال انت قاعده بتعملي ايه انا طول النهار في الشغل؟ قولوا طب انا بعمل على قد اعملها انت. وحتى لو لقى ترابيه ولا لقى حاجه، ايه يا ماما في ايه؟ في ايه بجد؟ مش كده. انا صحتي هتروح بدري بدري. عظيم يا رب. غضبت مرتين عند ماما، اعمل ايه تاني؟ انا ما عدتش قادره على الطبع ده الصراحه. وقايم النهارده رايح الشغل يا شر. استعيذ بالله يا ابني، يا ابني اهدى يا ابني. مفيش. اجي من بره الاقي البيت على سنجة 10. ليه شغاله آلي بالكنترول ريموت؟ فاضل ابقى روبوت. فاضل ابقى روبوت بقى، اعمل له كل حاجه كده في البيت، ابقى روبوت. هو ده اللي فاضل. لا الاصول يا بنتي ليه يعني واشتراكي؟ لا ماما انت شوفي لك حل مع ابنك بجد والله، لان انا خلاص فاض بيا، ما عدتش قادره. انا بقى بص كده بقيت هنا خلاص اتخنقت. لا هو في ايه؟ هو بيتجوزوهم يستعبدوهم اهو ده يعملوا ينضفوا؟ هي الزوجه دي ايه؟ مجرد خدامه تنظف وتشيل وتروق؟ انا كنت قاعده في بيت اهلي معززه مكرمه طبعا وتحت البال، جيت هنا شلت الهم، شايلني الهم خلاني عندي عارفه اكني مش عارفه 100 سنه. لا ما يرضينيش يا بنتي. انا قلت اقول لك بقى ماما بصي انا هطلع اشوف اللي ورايا، بس انا قلت افضفض معاكي بكلمتين لاني مخنوقه على اخري، مش عايزه اروح لاهلي واعمل مشكله. لا يا منى ما تكبريش المواضيع، امك لو عرفت ولا ابوكي هيعملوها مشكله. ما انا عارفه ماما، ما انا عارفه هتحصل مشكله جامده. طب النبي يعني فرمليه شويه عشان تعبت. لا انا هكلمه حاضر. خلاص لا بنتي انا حرام الا الولايه. لا هحط لك التليفون في الشاحن ده واطلع. ماشي. عايزه حاجه قبل ما اطلع؟ سلامتك يا حبيبتي. ليه كده يا نور؟ ليه يا ابني؟ جبت ناس وانت جايبها منين؟ طب راعي ان انت عندك اختين ولايه برضو، الا الولايه يا ابني ما حدش يجي على الولايه، دول اغلب من الغل مكسورين الجناح. لا حول ولا قوه الا بالله. لا لما يجي لنا ليا كلام معاه بصراحه ربنا كده، لو ما عرفش ان يحافظ عليها ويحترمها وما يبهدلهاش والله جيبها تقعد عندي هنا وسيبيه بقى هو مع نفسه بس. السلام عليكم. يا نور الحمد لله على السلامه. منى انت نايمه طول النهار ولا ايه؟ نايمه؟ في ايه؟ بصي التراب. هو فين التراب معلش؟ اهو فين التراب معلش؟ فين؟ ما هو اهو ده ايه ده ايه؟ ده حاجات لا تذكر، انا ماسحه كل ده الصبح. طب والحاجه دي سايباها معوجه، وبصي التراب هنا تحتيها اهو. بصي طب ما طبيعي ان في تراب كل يوم. طب انا اعمل ايه طيب؟ انا بخش بتضايق بتخنق انا من المنظر ده. ماله البيت زي الفل؟ ماله
التلاكيك دي يا نور؟ انت بتتلكك على كل حاجه. مش تلاكيك يا منى، انا والله انا بتخنق من المناظر دي، بتخنق من التراب ده. انا صحتي ما عادتش قادره يا نور. انا 8 شهور تعبتني فيهم دول، مش كده؟ مش عارف يا منى انا. ايه يا نور بجد انت عايز مشاكل؟ انا بتخنق يا منى، بتضايق. بصي بس انت بتعمل ايه؟ بتعري السجاده يا لهوي. بصي التراب. بصي يا رب صبرني يا رب، تعبت والله ما عارفه اعمل لك طب ايه انت بجد. بتعملي ايه طيب؟ لا ما بعملش حاجه، انا قاعده بلعب افرجك ان انا ما بعملش حاجه بجد. تحب تشوف؟ وفي ريحه غريبه كده. في ريحه غريبه؟ ولا تزعل نفسك اهي، ولا تزعل نفسك اهو. انت جايه ترشي دلوقتي اهو، ما تزعلش نفسك. هو في ايه نور؟ انت بتتلكك عايز مشاكل وخلاص؟ مش تلكيك يا منى، بتخانق انا يا منى. انا تعبت بجد. المناظر دي بتتعبني، بتتعب عيني، ما بعرفش. انت جاي من الشغل تقول السلام عليكم وتقول ان يعني تقول ايه فين مراتي، فين عايز اكل، عايز ارتاح، انت جاي تقول مشاكل؟ مش مشاكل انت. شوف بقى سامع بينا بقى. السلام عليكم. في ايه السلام ورحمة الله وبركاته. في ايه يا ابني؟ صوتكم نازل لغايه تحت، في ايه يا منى؟ لما ايه يا تيجي نور؟ تشوف لك صرف انا ماشيه وسايبه البيت مش قاعده فيها. بصي يا انت امي، بس. بصي يا امي، هو بصي انت التراب. كنت بتسيبي البيت كده يا امي؟ بصي حطي التراب. ايدك لو طلعتي تراب. بصي التراب. فين التراب يا ابني؟ انت من عليك عندك وسواس ولا طب جميل والحاجه اللي هنا، طب انا وريتها السجاده من تحت، انت شفتي السجاده؟ بصي يا امي تحت السجاده. بصي بيعمل ايه؟ بروحي بصي والنبي بصي. بصي تحت السجاده. بصي عليا انا اعمل ايه؟ فين يا نور؟ اهو. فين ايه ده؟ التراب يا نور؟ ايه ده يا امي؟ فين التراب يا نور؟ ما هو مفيش يا امي حاجة يا نور. اهو. والحاجه بصي دي انا لسه عادلها. دي كانت معوجه كده اهو، انا لسه عادلها كده. بصي شايفه التراب؟ بصي الخشب. نور انت يا ابني فكك من اللي انت فيه ده. ايه نور؟ كفايه اللي انت بتعمله ده نور. انت مش جايب بنت الناس تهينها، هي مش شغاله خدامه انا مش عندك بهينها. هنا. لا مش بهينها. انا بتضايق من الحاجات دي، بتضايقني. حبيبي الدنيا زي الفل. فين التراب؟ فين التراب؟ الدنيا زي الفل. طب بصي ايدك. لا والله ما فيها حاجه، والله انا بحلف والله. نور لا أمي المناظر دي انا متعودتش عليها. ينظف هو، انا تعبت. مش عاجبك؟ والحمام يا امي، الحمام ما بتعملش الحنفيات، ما يعني بخش بلاقيها كده بهتانه، ما بتلمعش زي ما كنت بشوفها بتلمع. زيت جونسون ولا معها بالقطنه؟ ليه يابا بيبي؟ بصي بتتريق عليا تقول لي ايه يا ابني؟ ما هو الجونسون ده اللي وقع لك شعرك. هو انا بحط جونسون على شعري يا امي؟ ايوه كنت الاول بحط لك لغايه ما شعرك تتقرع. هنعمل ايه دلوقتي احنا بقى؟ لا دلوقتي انت يا ابني هتروح لدكتور تتعالج من الوسواس القهري ده اللي عندك، يا اما انا اروح لحالي. لا انا اروح لحالي. لا ما كملتش 8 شهور هتطفشها. طب اعمل ايه يا امي غصب عني يا لا امي؟ انا ما بحبش حاجة. المناظر دي. لا الدنيا زي الفل، انت ما تتلككلهاش يا نور. هتروح للدكتور؟ دكتور ايه وانا تعبان؟ تعبان، عندك مرض نفسي تعالج. انا عندي مرض نفسي؟ عندك مرض من وانت صغير. عندك انت عملت الشمعدان تعدله وعمال تمسح وتشوف السجاد والحنفيه، الحاجات دي مش طبيعيه، محدش بيعمل. لا انا مش عيان، بس انت بنضفي وظبطي. انا مش هنضف، هتروح للدكتور. دكتور ايه؟ انا مش تعبان اروح انا للدكتور. هوديك للدكتور، انت تيجي معايا انا. تروح بقى تقعد مع مامتك لغايه ما انا والدتي ووالدي يجي ياخدوني، همشي على بيتي، على بيت اهلي. لا يا منى مش للدرجات دي. انا مش هقعد فيها، انت تنزل عند والدتك. لسه ما كملتيش 8 شهور. مش عايزه اعيش انا الحمد لله ما خلفتش يا ماما، وكل واحد يروح لحاله. عاجبك كده؟ تخرب على نفسك. هروح على بيت اهلي. انا كنت قاعده هناك معززه مكرمه كريمه في بيت اهلي، انما انا جايه هنا متبهدل. هو كل ده عشان انت ما بتعرفيش تنضفي؟ ما بعرفش انضف. يا ابني هتنضف او نضف انت، انما انا ما اشتريتنيش انا بابا. يا ابني عيب يا ابني، دي بتنضف والله. دي مراتك فله والله. ليه كده يا نور؟ ده انت ما كملتش 8 شهور جواز يا ابني. تخرب بيتك يا ابني. بيزيد يا ريته بيقل، ده بيجي يجري يشوف السجاد يجي. لا يا حبيبي حاول تعالج نفسك وتبطل اللي انت بتعمله. ما تجيش من بره تقعد تفتش وتشوف هي عملت ايه وسوت ايه يا نور. عيب يا حبيبي. ولا كل واحد يروح لحاله؟ لا يا بنتي ما تقوليش كل واحد يروح لحاله. والله يا بنتي لو لف الدنيا ما يلاقي ضفرك. طب يا ماما دلوقتي انت بتقولي كده، هو ما بيقولش كده ان ايه الحل؟ يا نور مش هتلاقي ضفرك. طب اعمل ايه يا امي؟ اعمل ايه؟ اهدى حبيبي. هو اللي انا فيه ده غلط يا امي؟ طبعا اللي انت فيه غلط. اللي انا فيه ده غلط. طبعا غلط. يعني بص مش عارفه في الشغل مستحملينك ازاي. لا غلط. انا ما اعرفش، انت اكيد في الشغل مزهقهم. انت حبيبي بكره ان شاء الله انا هحجز لك وتيجي معايا، اوديك عند دكتور يديك حاجات مهدئات كده وتضيع الحاجات الهبل اللي انت فيها دي. انا مش تعبان يا امي حبيبي. انت عندك اللي هو القهري دوت. القهري هو ده اكتر من العيا ذات نفسه. لا انا مش تعبان يا امي. لا بقى المصيبه ان هو مش معترف ان هو تعبان. اللي يشوف التراب واللي يشوف الحاجه مش في مكانها طبيعي يبقى تعبان.
بص يا نور، خلاصه الكلام عشان انت مصمم، احنا بنلف في دايره مقفوله، هتتعالج ولا كل واحد يروح لحاله؟ عشان انا مش هقعد اعيد وازيد في السؤال ده. يعني جاوبني. هيتعالج جامد. انت بتقولي هو ما بيقولش يا صح يا ماما. نور، هتخرب على نفسك والله. خلاص فاض بيا، خلاص ما هتخرب بيتك، وخراب البيوت يا ابني مش بالسهل. اسمع كلامي، اتقي الله في مراتك، وحاول تشيل الحاجه دي من دماغك. بس يا حبيبي انا عارفه ان انت غصب عنك وحاجه مش بايدك والله، بس ساعدني وتعالى اعالجك. طب انتوا هتساعدوني؟ ايوه هنساعدك. هتساعدنا هنساعدك، انما انت تفضل مصمم على ايوه رايك، ما حدش منى، هيقف انت جنبك. هتقفي جنبي وهتيجي معايا، هنروح يا حبيبي للدكتور وهنساعدوك. بس الموضوع ده لو اتكرر تاني انا مش هقعد فيه. لا هو ان شاء الله يتعالج ويبقى زي الفل. صح يا حبيبي، عشان بيتك ما يتخربش يا ابني. طب هنروحوا فين؟ ايوه حبيبي، هحجز لك عند دكتور نفساني وتتعالج وتمشي على العلاج والله تبقى زي الفل ان شاء الله. مش ده جاله على كبر ده، معرفش والله. لا لا لا، هو كده انت بتقولي، بس الموضوع زاد. هو ما هو كانش مش قادر يكلمك انت مامته، انما انا بقى لا، يبقى يعمل اللي هو عايزه معايا. يعني انا كده عيان؟ هو انت لسه فاكر ان انت عيان في السن ده؟ نور انت بتبقى وانت صغير مصيبة. برضه كنت مطلع عيني على فكره، بس انت زدت دلوقتي، كل ما بتكبر بتزيد في اللي انت فيه ده يا نور. تعالى معايا يا ابني اعالجك عشان ما تخربش بيتك بنفسك يا الدكتور ده حبيبي. فين يا امي؟ هندوره الدكتور ده على فين؟ هنسرشه ونشوفه الدكتور. هشوفه لك في الدكتور النفسيه اللي هنا، اللي هو مستشفى العلاج النفسي. طب يلا بينا دلوقتي. يلا بينا، هو ده بيتحجز؟ يلا بينا دلوقتي. لا على بكره ولا بعد؟ بكره اصبر ان شاء بقى. الله. امسك نفسك يومين لما انا اشوف حل في الموضوع دوت. هسخن لك الاكل، روح تيجي تقعد غير. عندي اليومين دول، ماشي. تقعد عندي وسيب منه. ماشي. ماشي. خلاص بقى يا منى. خلاص يا ماما انا ساكته. صدقيني هو بيحبك يا منى. ماشي يا ماما. ماشي، وهي بتحبك ما تخسرهاش. ماشي. ماشي. اسمع كلامي يا ابني، ما تخسرهاش، مش هتلاقي واحده زيها. يلا بينا. تعالى يا حبيبي اقعد عندي تحت اليومين دول لغايه ما تجيك للدكتور. يلا بدل ما بينا. تقعد هنا تقعد ماشي، انزل خايفه وأنا هجيب تحت لك يفضل هدومك. يفتش يقول لي يما انت مش ما منضفه. يقدرش ما يقدرش. بس انا هاخدهولك تحت مالكيش دعوه. والله ارتحت يا ماما. يلا حبيبي يلا. متشكره ليكي قوي. يلا يا نور. انا بجيب لك الهدوم يا نور. هاتي له غيارين يا منى. هجيبهم له، ادخل اجيبهم له من الاوضه. ماشي يلا. مع السلامه. الله يسلمك. نامي بقى انت ارتاحي اليومين دول. ماشي يا ماما. يلا شكراً يا حبيبي. ماما. ماشي يا حبيبي. يا ساتر يا رب، ربنا يهديك يا نور، بجد فاض بيا منك والله، خلاص ما عدتش قادره. ربنا يصلح حالك، اما نشوف اخرتها ايه معاك.